السلام عليكم، معاكم منال عبد المنعم. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. النهارده ان شاء الله جايه لكم فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. بس قبل ما ندخل على الفيديو حابه افكركم يا ريت ما تنسوش اللايك، وكمان ما تنسوش تشتركوا في قناتي على اليوتيوب وتفعلوا الجرس عشان كل جديد اعمله يوصلكم، وكمان تعملي شير لكل فيديو بنزله. بحبكم في الله، اجمل واحلى اخوات في الدنيا. يلا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وكمان نصلي على الرسول عشان ربنا يبارك لينا في كل حاجة بنعملها. يلا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بقى ان شاء الله الفيديو كده بتاعنا مختلف. النهارده هسافر ان شاء الله، فطبعا اول حاجه عملتها في يومي اول ما قمت من النوم طبعا صليت وقلت الاذكار بتاعتي، وقلت اما اغسل شويه الغسيل اللي انتوا شايفينهم دول. ليه؟ لاني مسافره وهرجع في نفس اليوم، بس طبعا هيبقى الوقت اتاخر، فعايزه بقى انضف شقتي، اغسل الغسيل ما يبقاش ورايا اي حاجه، بحيث طبعا ان لما ارجع ما اعملش اي حاجه، لان بجد ببقى راجعه تعبانه جدا جدا. فاول حاجه عملتها في يومي والولاد نايمين قلت اغسل شويه الغسيل وانشرهم كده في الشمس، عشان طبعا عايزه كمان اشيلهم قبل ما امشي واطبقهم، لاني طبعا انا قاعده في اول دور، فما بحبش الهدوم بتاعتي تقعد وقت طويل على الحبل، خصوصا لو مش موجود. كمان الهدوم صيفي وبتنشف بسرعه. المهم بقى يا بنات ان انا نشرت الغسيل عشان عايزه المه قبل ما امشي. طبعا الهدوم بتبقى خفيفه والجو شمس زي ما انتم شايفين كده، فالهدوم بتنشف. انا عايزه اشيل الغسيل واطبقه قبل ما امشي. كمان في اليوم ده احنا هنمشي حوالي الساعه 3، لان انا هستنى زوجي على ما يجي من الشغل، فهنمشي براحتنا، وانا كمان كنت غاسله بدري. المهم نشرت الغسيل زي ما شفتوا كده، وبعد كده بقى دخلت على الشقه نظفتها. كانوا الولاد صحيوا وطبعا جهزت لهم الفطار. قلت بقى انضف شقتي واخليها زي الفل، لان انا من الناس اللي بحب لو خارجه او مسافره او رايحه اي مكان ما بحبش بصراحه ان انا اسيب شقتي متبهدله. لو شقتي طبعا عايزه تتنضف بنضفها، عندي شويه غسيل بغسلهم. المهم ان انا ابقى سايبه شقتي نظيفه وزي الفل، عشان في اليوم ده احنا رجعنا متاخرين، فببقى مش قادره اعمل اي حاجه. والله يا بنات عايزه اقول لكم كمان التنظيفه اللي انتم شايفينها دي تاني يوم ما نضفتش، لان الشقه كانت نظيفه. احنا جينا طبعا الساعه 2 ونص بالليل، فطبعا الولاد ناموا على طول، يا دوبك بس السراير اللي هي تاني يوم نضفتها، لكن الشقه كانت نظيفه وزي الفل. مسافره رايحه فين يا منال؟ كنت مسافره طبعا الشرقيه، رايحه فرح. ربنا يا رب يفرح اولادكم جميعا ويجعل ايامكم كلها فرح وهنا وسعاده. فقلت بقى كده اظبط الدنيا قبل ما امشي. وطبعا هسافر يعني الشرقيه، لان الفرح كان في الشرقيه. فرح مين؟ بنت خالتي بنتها كانت بتتجوز، فقلت طبعا هي كانت عزماني من العيد كمان، يعني لما كنت مسافره في العيد قالت لي، فقلت لها ان شاء الله هجيلك. فطبعا قلت لزوجي، قال طب هحاول يعني اشوف كده اجي بدري شويه من الشغل واصفركم ونرجع بالليل، وفعلا ده اللي حصل. وعايزه اقول لكم بقى يا بنات اتدلعنا في اليوم ده. طبعا شفنا بقى احبابنا وشفنا اخواتنا وشفنا كل حبايبنا، وكمان رحنا الفرح. وزوجي بقى قال لي ما تعمليش اكل، انا هعزمكم بره، يعني اليوم ده هدلعكم فيه اخر دلع. وبجد كان يوم حلو قوي قوي. عايزه اقول لكم كده ضحكنا من قلبنا، كان يوم بجد حلو قوي قوي. ربنا يفرح يا رب البنات كلها، ويفرح الشباب، ويفرح قلوبكم، اللهم امين يا رب العالمين. يعني بجد والله يا بنات الفرحة كانت مش سيعاني. هنروح الفرح وزوجي كمان هيعزمنا بره، وهنضحك كده مع أحبابنا ونشوف قرايبنا. فاليوم بصراحة كان حلو جدا جدا. يا رب يجعل أيامنا كلها هنا وفرح، اللهم آمين يا رب العالمين. طبعا بقى نظفت شقتي زي ما شفتوا، وبعد كده بقى كان في الوقت ده صليت الظهر، وقلت أعمل لي كوباية نسكافيه، لأني لما بسافر بحس إن دماغي بتصدع، فقلت كده أظبط دماغي بكوباية نسكافيه، وبعد كده بقى أدخل أخد الشاور بتاعي واوريكم كمان الطقم اللي انا هلبسه في الفرح. ربنا يا رب يجعل ايامكم كلها هنا وفرح. فهنا بقى بقول لكم ان شايفين رغوه النسكافيه قد ايه لما بتكون جاهزه عندكم في الفريزر، بتريحكم، يعني بتطلعي على طول كده يا دوبك تسخني الحليب وتبتدي تعملي احلى كوبايه نسكافيه. طبعا بقى شقتي نظيفه، نشرت الغسيل، وكان لسه قدامي وقت طبعا الغسيل ينشف بقى براحته واشيله. وبعد كده بقى هبتدي زي ما قلت لكم اشرب النسكافيه بتاعي وابتدي اخد شاور، واوريكم بقى الحاجات اللي انا واخداها. طبعا انا كنت واخده، يعني ندى هي كانت واخده الحاجه اللي هتلبسها في الفرح، وادهم وعمر بصراحه ما جوش معايا. ليه بقى؟ قالوا لا احنا هنقعد مع اصحابنا، يعني ادهم وعمر لهم صحاب في الشرقيه، فقالوا لا احنا يعني هنقعد معاهم، وانتي وندى روحي. وزوجي طبعا جه معانا، كنت رايحه طبعا مع اخواتي، ربنا يخليهم ويبارك فيهم، اللهم امين يا رب العالمين. فهنا بقول لكم ده الطقم اللي هلبسه. طبعا الطقم كان عندي موجود عندي، لكن بصراحه الشوز هو اللي جبته جديد، والشنطه طبعا كانت موجوده عندي، فحبيت كده اوريكم يعني او اشارك معاكم الحاجه اللي انا هلبس. طبعا بقى باخد البرفان، باخد الحاجه بتاعتي. انا مش من عشاق يعني ان انا اخد حاجات كتير في الشنطه، الحاجات اللي انا بستعملها هي اللي باخدها. كنت زي ما قلت لكم واخده يعني غيار لندى هي اللي هتلبسه في الفرح. طب وبعد كده بقى قفلت الشنطه زي ما انتم شايفين،
وبعد كده بقى هبتدي البس ونخرج ونسمي الله كده ونصلي على الرسول، ونبتدي بقى نتجه للطريق الجميل اللي انتوا شايفينه ده. انا بحب الخضره جدا جدا يا بنات، بحس ان هي كده بتخليني مستمتعه وانا شايفاها كده زي ما انتوا شايفين، فحبيت بقى اشارك معاكم كده واوريكم الخضره الحلوه دي والطريق كمان. وخصوصا بقى احنا كنا يعني لسه في الوقت ده ما طلعناش من المكان اللي انا قاعده فيه. دلوقتي بقى هنوصل منيا القمح، هوريكم بقى القطر. طبعا القطر طول ما احنا قاعدين الولاد عمالين عايزين ننزل نركب فيه، عايزين ننزل يا جماعه هنركب القطر، احنا يعني ما ينفعش ان احنا خلاص احنا وصلنا المكان اللي احنا رايحينه. فالمهم طبعا في الطريق كان في اولاد رجب زي ما انتم شايفين، نزلنا بقى جبنا ميه لان كنا ماشيين حوالي الساعه 3 العصر، فكان الجو حر جدا جدا. فنزلنا بقى جبنا ميه للولاد وكده. هنا بقى كنا خلاص دخلنا على مليا القمح زي ما انتم شايفين، شايفين بقى القطر. الولاد كانوا حابينه قوي ونفسهم ينزلوا كده ويركبوه. المهم قلت برضو اوريكم يعني المنظر برضو اللي احنا شايفينه الجميل ده. وبعد كده بصراحه زوجي قال بقى تعالوا اغديكوا، فدخلنا مكان هو متعود يعني لما بيكون مسافر بيروح فيه. الاكل بتاعه حلو طبعا، المنيو زي ما انتم شايفين كده. فالمهم طلبنا بقى الحاجه اللي احنا عايزينها، وبعد كده اتغدينا، ربنا يديمها علينا نعمه، اللهم امين يا رب العالمين. وبعد كده بقى رحنا طبعا شفنا اهالينا وقعدنا معاهم شويه. وطبعا كانوا عاملين برضو اكل، بس طبعا احنا كنا واكلين بصراحه فما رضيناش ناكل، احنا ما كلناش في الفرح لان احنا كنا رايحين خلاص، الفرح كان ميعاده الساعه 8. فعلى ما رحنا كده قعدنا بقى مع امهاتنا واخواتنا، فكان الوقت خلاص يا دوبك بس على ان احنا نغير هدومنا ونبتدي بقى نتجه نروح القاعه. طبعا انا ما صورتش بالتفصيل لان الفرح كان يعني قريب كده من الافراح الدينيه، فما حبيتش بصراحه اجرح حد او اضايق حد، فحاولت بس اصور لكم كده اوريكم القاعه يعني شكلها حلو قوي، هي كانت قاعه مفتوحه فكانت حلوه قوي قوي. وكمان العروسه كانت زي القمر، عايزاكم بقى كلكم اللي يدخل يشوف الفيديو ده يكتب لها الف مبروك، ربنا يفرحها ويرزقها بالذريه الصالحه، اللهم امين يا رب العالمين. المهم بقى يا بنات العروسه كانت طبعا جت زي ما انتم شايفين كده، احنا ما قعدناش وقت طويل في الفرح لان كنا هنرجع تاني، يعني كنا هنسافر بقى على شقتنا. فبصراحه زوجي قال لي يعني بلاش نتاخر، تقريبا كده قعدنا زي ساعتين. المهم طبعا شفنا العروسه وباركنا ليها، ربنا يسعدها ويفرحها، عقبالكم كلكم يا بنات، ربنا يسعدكم ويهنيكم ويرزقكم دايما بكل حاجه بتحبوها، اللهم امين يا رب العالمين. القاعه كانت حلوه جدا جدا، واحلى ما فيها ان هي كانت واسعه وكمان كانت مفتوحه. المهم بقى بعد ما خلصنا طبعا القعده بتاعتنا زي ما قلت لكم قعدنا تقريبا ساعتين كده. وبعد كده طبعا هبتدي اخرج عشان هنروح، عشان يا دوبك هنجيب الحاجه بتاعتنا اللي هناخدها معانا. احنا طبعا كنا سايبين الشنط بتاعتنا والحاجات اللي مش محتاجينها، فهنرجع بقى نسلم كده على اهالينا، ربنا يديمهم في حياتنا نعمه، اللهم امين يا رب العالمين. هنا بقى كنت باخد الشنطه عشان خلاص يعني هنخرج من القاعه. وهنا بوريكم القاعه زي ما انتم شايفين كده، واسعه وحواليها كده زرع، بس طبعا عشان بالليل مش باين، بس المكان كان حلو قوي قوي. المهم طبعا ركبنا وروحنا بقى سلمنا كده على اهلنا، وبعد كده طبعا اتجهنا بقى لشقتنا. وهنا بقى كان تاني يوم، اول ما برجع كده بقى طبعا بريح جسمي الاول وببتدي بقى اشوف كده هنعمل ايه. انا في اليوم ده بصراحه ما عملتش اكل، كل اللي عملته قليت بطاطس وعملت بيض، وكمان عملت قطعت بطيخ وجبنه، لاني بصراحه في اليوم ده ما كنتش حابه ان انا اعمل اكل لان كان اليوم ضاع، انا قمت متاخره والولاد قاموا متاخرين، فقلت خلاص اليوم ده هفوته كده باي حاجه. بس طبعا بقى فتحت التلاجة لان عايزه اخرج اجيب خضار، لقيت عندي بقى الفول ده، قلت كده اغسله وانضفه واحطه في ميه لتاني يوم عشان عايزه اعمل طعميه. وبعد كده بقى غسلته زي ما انتم شايفين وغطيته كده، وهدخله على التلاجة تاني يوم ان شاء الله هبتدي اعمله طعميه. المهم كمان لقيت برضو الفلفل، عندي فلفل الوان زي ما انتم شايفين، وكده قشرت راسين من الثوم، قلت برضو اعملهم زي مش هريسه شطه. الخلطه دي بتنفع للحواوشي، بتنفع لاي حاجه انت محتاجه فيها ثوم وفلفل الوان، هتطلعي منها معلقه تكون جاهزه عندك. وكمان قلت بدل ما الفلفل بتاعي يبوظ، لان انا كده كده هخرج اجيب شويه حاجات، فقلت حرام الحاجه ما بحبهاش تبوظ وارميها، الحاجات دي بنبقى جايبينها بفلوس، فعلى قد ما نقدر نحافظ على حاجتنا ونشوف يعني نشوفها لو مثلا حاجه محتاجه ان هي تتحط في الفريزر نحطها بدل ما نسيبها تبوظ. المهم بقى يا بنات ما تنسوش طبعا تباركوا للعروسه وتقول لها الف مبروك، ربنا يسعدك ويرزقك بالذريه الصالحه ويسعد كل بناتنا وولادنا، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا بقى هضرب الخلطه دي، والتوابل ما بحطهاش غير لما باجي استعمل، وهحطها في علبه وادخلها على الفريزر. وبصراحه بقى كانت دماغي صدعت، ما قدرتش اعمل حاجه اكتر من كده لان الشقه كانت نظيفه، وكنت غاسله كمان الغسيل. كان في غسيل بس ما حبيتش برضو ان انا اغسله في اليوم ده لاني كنت تعبت جدا جدا. المهم لحد هنا هيكون الفيديو بتاعي خلص، لو عجبكم الفيديو يا بنات بالله عليكم ما تنسوش اللايك، وما تنسوش كمان الكلام الحلو بتاعكم اللي بتكتبوا لي في الكومنتات. ولو انت مش مشتركه في القناه يلا بسرعه بقى انضم لعيله الجميله واعملي اشتراك، بحبكم في الله، اجمل واحلى اخوات في الدنيا، ربنا يديمكم في حياتي نعمه، اللهم امين يا رب العالمين. وبصراحه بقى يا بنات لما بستعمل اي حاجه ما بحبش طبعا ارجعها من غير ما امسحها،
انا معايا البخاخ في ميه في كلوريكس 5 في 1 حلو قوي يا بنات وبيلمع وبينظف، وبستعمله لكل حاجه. فعشان طبعا الحاجه بتاعتي تفضل نظيفه، الاجهزه بقت غاليه جدا جدا يا بنات، حافظوا على كل حاجه موجوده عندكم، حافظوا عليها. اي حاجه تستعمليها على طول كده في فوطه، وابتدي لمعيها ونضفيها ورجعيها على نظافه، تفضل حاجتك نظيفه وزي الفل ومتحافظ عليه. كل حاجه بقى، مش حاجه معينه، كل حاجه حافظي عليها، لان الاجهزه بقت غاليه، فالحاجه اللي هتبوظ مش هنقدر بصراحه نجيب غيرها. المهم بقى زي ما قلت لكم هعمل فنجان قهوه، لاني بصراحه كانت دماغي فصلت ووجعاني. طبعا سافرنا وجينا يعني في نفس اليوم، وده طبعا كان تاني يوم، فكنت مصدعه جدا جدا. المهم بقى ما تنسوش يا بنات رايكم في الفيديو، عشان طبعا رايكم بيهمني جدا جدا. وما تنسوش كمان تباركوا للعروسه وتقولوا لها ربنا يفرحك ويرزقك بالذريه الصالحه. عقبالكم كلكم يا بنات، ربنا يفرحكم. وكمان ما تنسوش اللايك وتشتركي في قناتي، بحبكم في الله، اجمل واحلى اخوات في الدنيا. كنت معاكم منال عبد المنعم. سلام عليكم.